بلال علامة، أكيد بداية أهلا وسهلا فيك بالبرايفت ماجازين، ضيف عزيز وصديق عزيز. دكتور بلال، إذا ما نعمل قراءة بين السطور للي عم بيصير، قد إيه مدى تأثير الحرب القائمة حاليا بغزة على الوضع اللبناني وعلى الداخل اللبناني؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكي، الإعلامية ميراي عيد المميزة. أهلا وسهلا بالبرايفت ماجازين. خليك. آه، مما لا شك فيه أنه لبنان دائما هو، إذا بدك، ضحية الجغرافيا والديموغرافيا. المنطقة اللي موجود فيها من العالم لبنان يتأثر بكل ما يحصل. اليوم الحرب اللي دائرة في فلسطين المحتلة وعلى أراضي قطاع غزة هي جزء من عملية تطال المنطقة بكاملها، وأكيد أنه لبنان يتأثر بهذه الحرب. هلأ الموضوع خطورته أنه لبنان بوضع منهار، مؤسساته متحللة، الوضع الاقتصادي والمالي كتير تعبان لدرجة أنه أصبح الشعب اللبناني تحت ضغط تدبير أموره في حال طالته التبعات السلبية لعملية الحرب القائمة. لذلك نحن بنتمنى بهذه اللحظة أن يكون في حكمة كبيرة بأن يكون هناك موقف وطني لبناني جامع، وأنه يعملوا على تحييد لبنان قدر المستطاع عن الدخول في مستنقع هذه الحرب. وهذا لا يعني إطلاقا أنه لبنان ياخذ موقف مختلف أو عدم تضامن مع القضية التي تحصل في فلسطين. لبنان هو من أكثر الدول اللي تحمل عن القضية الفلسطينية، ولكن كونه لبنان بيعتبر حاله جزء من محور، فهذه الدول التابعة للمحور تتحمل هي شوي المسؤولية تتخفف ضغط عن لبنان. لبنان مما لا شك فيه هو دولة مواجهة، ولكن هذه المواجهة يجب أن تكون في إطار عقلاني وسياسي واعي، لحتى ما يكون لبنان ضحية على مذبح التسوية التي ستحصل بعد الحرب. نحن بنعرف أنه في حروب دائما بعد انتهاء تنتج تسوية سياسية. أنا أعتقد أنه ما يحصل الآن هو من ضمن مشروع كبير يخاط في المنطقة لحتى يمرقوا ما يسمى الخط البري الجاف الآمن، اللي بيمرق من الهند إلى السعودية فالإمارات فالأردن وصولا إلى فلسطين المحتلة وميناء حيفا. أي بمعنى أن ميناء حيفا سيكون مفتاح الربط بين الشرق وأوروبا. إذا كان هذا الموضوع عم ينعمل له كل هذه الحرب لحتى يمروا هذا المشروع أو يفشلوا هذا المشروع، لأنه هيدي وجهتي نظر. هون بقول شغلة: لبنان أساسا وضع خارج هذا المشروع، وبالتالي ما لازم يكون اليوم على مذبح التضحيات في هذا الإطار. الشعب اللبناني قدم قربانه للقضية الفلسطينية، واليوم يجب أن يكون بمنأى عن تقديم المزيد، لأنه الحقيقة ما عاد يقدر يقدم أكثر مما قدم. نعم، وهل برأيكم أن حزب الله سيدخل الحرب؟ لا أعتقد أنه حزب الله بالمنحى اللي مشي فيه حتى الآن ممكن أنه ينزلق بسهولة إلى الحرب. وبالتالي حتى الآن ما قدمه حزب الله هو في إطار الاشتباك العسكري المحفوظ تحت سقف القوانين الدولية وبموجب 1701. وأعتقد أن حزب الله لعدة اعتبارات لن ينزلق منفردا إلى الحرب، إلا اللهم إذا فرضت الحرب على لبنان بصير على حزب الله أنه يرد. وأنا أتمنى أن يكون رده من ضمن موقف الدولة اللبنانية، الموقف الوطني الموحد، لأنه إذا طالت الحرب لبنان فلن يقتصر تبعاتها على فئة من الشعب اللبناني أو على حزب الله أو غيره، ستكون النتائج كارثية على لبنان واللبنانيين كلهم. نعم. شكرا لك دكتور بلال علامة.